السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرو الكاشف يكشف أسرار جديدة عن موبايل محمد عادل، وبيقول إن هو الوحيد اللي معاه كل حاجة على تليفون محمد عادل، وبيقول إن ما جاتلوش الحاجات عن طريق إخواته بنات محترمين، وجات عن طريق أصحابه، ومعاه ما يدل إن محمد عادل كان على اتصال بالراجل اللي بالتيشيرت الأصفر. عمرو الكاشف يصف محمد عادل بالذكاء. قبل ما نسمع الفيديو وندخل في كل التفاصيل، الأول نصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف عشان تعرفوا ان انا محترم مش وسر زيهم. جات له الحاجات اللي كانت على موبايل محمد من اسبوع. خلاص خدوا بقى الرساله دي بقى الجامده. اول واحد في مصر بره المحامين الكبار مش هجيبها لكم على غلط، اول بني ادم مواطن مش محامي ولا ليه دعوه في القضاء جاله اللي على موبايل محمد اللي انتوا حاولتوا تخفوه، واصحابه عرفوا يطلعوه مش اخواته. عشان اوضح بقى للعام عشان ما تهبدوش على البنات المحترمه اللي اشرف من 10 زيكم، انا فعارف الحقيقه كامله. وابو تشيرت اصلا كان بيكلم محمد من الاخر يعني في اخر فتره، اقسم بالله. بس انا هترك الامر للقضاء عشان انا هحترم الدوله ومش عايز اهاجر الراي العام، مع اني قادر لو انا بتاع مشاهدات اروح منزل محادثه واحده بس صوتيه، محادثه واحده انزلها، الراي العام ده كله هيتقلب وهندخل في فتنه ومعارك. بس انا مش عايز اضحي بالناس والبلد في الفتره دي. خلاص اقسم بالله ورحمه ابويا عندي كل مكان على موبايل محمد اللي انتوا كنتوا مخبيه، ومحمد ده اذكى مما تتخيلوا وعامل بدل الخط الحمايه 10. أستاذ عمرو، أنت كده حيرت الناس. هل اللي معاك ضد محمد عادل ولا صالح محمد عادل؟ يعني انت بتقول انا معايا وبتهيص وبتهجص كده في كلامك، وخليت الناس تضرب اخماس في اسداس. طب ما تقول اللي معاك وتطلع اللي معاك. هل اللي معاك ضد ولا مع؟ طب لو هو ضد، ما هو محمد عادل قاتل واعترف ان هو قتل. لو هو مع محمد عادل، هل فعلا هيطلعه بريء بعد ما اعترف محمد عادل بان هو فعلا اللي قتل نيرة قدام الجميع؟ وايه هو اللي معاك؟ اللي معاه حاجة يطلعها، لو مش ناوي تطلعها بلاش اصلا تقولها، تخلي فيه بلبلة مع الناس المتعاطفة مع محمد عادل ومع الناس اللي ضد محمد عادل. والناس بتتساءل ايه اللي مع عمرو الكاشف، يا ترى خير ولا شر ولا ايه بالظبط؟ لما انت بتقول يا استاذ عمرو انك انت مع الدولة، ما تدي اللي معاك للقضاء والقضاء يقول كلمته، إذا كان هينصف محمد عادل أو هيكون ضد محمد عادل. إنما أنت عايز برضو ترند الأول، وكنت متعاطف مع محمد عادل وضد نيرة الله يرحمها بعد الخصام مع منى أبو شنب، واختلفتوا على الفلوس. دلوقتي لأ، بقى محمد عادل ولد وحش وولد ذكي وبيتلاعب بالناس. محمد عادل في محبسه وانت بتقول انك انت معاك حاجات عنه. طب لا تطلعها لا تسكت، ولا ايه رأيكم؟ محمد عادل بيستغيث من داخل محبسه. محمد عادل خايف قوي على اخواته وخايف على والدته، وهو عارف كويس ان امه واخواته البنات ملهمش غيره. ولكن انت اخطأت يا محمد، انت غلطت يا محمد. انت اكتشفت دلوقتي انك عندك اخوات بنات وعندك والدتك محتاجة لك. اكتشفت دلوقتي. كان فين ده يا محمد لما انت قتلت بنت شابة؟ سواء هي غلطانة أو مش غلطانة، بس القتل حرام، قتل الروح حرام. كان ممكن تعاقبها بأي طريقة تاني، ولا أنت ما كنتش تعرف يا محمد؟ نتمنى من ربنا يصبر والدة محمد عادل ويصبر والدة نيرة أشرف ويرحمها برحمته الواسعة. أشكركم والسلام عليكم.